جات لي بنوتة بسكوتة عندها 17 سنة بتحكي لي ان هي بتحب ولد عنده 20 وان هي معجبة بيه جدا، وهو كمان اعترف لها ان هو بيحبها ومنجذب ليها لدرجة العذاب. بس هي مترددة، قالت لي انا بحبه بس انا لسه ما اعترفتلوش وعايزة تعرف الصح عشان تعمله. هي شايفة ان سنه مناسب وانه بيشتغل جنب دراسته وانه هيتخرج كمان 2 وسنة جيش، يعني بس هتستنى معاه 3 سنين وبعد كده هيتجوز على طول لانه تقريبا جاهز ماديا وشقته موجودة ومستواهم المادي كويس جدا. والبنت بتقولي ان هي بتحبه قوي، وهل الصح ان هي تعترف له بمشاعرها ولا لا؟ فهي كانت عايزة اجابة. انا هقول رأيي وهستنى رأيكم كمان في التعليقات. خلينا عارفين ان الست بتنجذب دايما للراجل اللي كلامه حلو، اللي لسانه حلو. مستحيل ست تحب راجل ما بيقولش كلام حلو، مستحيل، مش هتحبه. اصل الرجال انواع، في النوع اللي هو بيبقى سويت توكر، اللي هو تلاقيه دايما في كلامه بيقول كلام حلو يطبطب عليكي، كلام جميل، ده راجل لطيف جدا. بس مش هو ده اللي يخليها تحبه. هي تحبه لما كل مرة يشوفها يقول لها الله شكلك حلو قوي النهاردة، يهتم بالتفاصيل، قصيتي شعرك، لونتي شعرك، غيرتي لفة الطرحة، غيرتي ستايلك، الستايل ده لايق عليكي اكتر. ده كلام هيخلي قلبها يحن. ده هي ممكن كل يوم تفضل مستنيه ان هو يجاملها، ده بتتعمد ان هي تنزل صور او تنزل ستوريز مخصوص عشان تسمع تعليقه. البنات بسكوتات بيدوبوا في كلمة حلوة. الفرن شغال والبطاطا مطلعة صهد مدمرني. الكومبليمو بقى اللي هو بيقولها دي البداية بتاعته. بعد كده هيبتدي يقول لها ان هو بيحبها، ان هو معجب بيها، ان هو ما يقدرش يعيش من غيرها. وهنا هي هتقع في شباكه عادي جدا زي الفيديو اللي احنا عملناه. لكن عمرك فكرتي هو بيحبك ازاي؟ عمرك فكرتي هو عايز ايه؟ الراجل بيحب عن طريق اللمس والنظر. كل راجل وليه ستايل. في واحد بيحب التخينه، واحد بيحب الرفيعه، واحد بيحب الطويله، واحد بيحب القصيره، ايا كان ستايله مش دي مشكله. بس كلهم بيحبوا الست الحلوه مهتمه بنفسها اللي شكلها حلو. لما يشوفك ويلاقيكي حلوه هيبتدي يقولك كلام حلو ويجاملك ويعلقك بيه، وبعدين هو بيبقى عايز هو كمان يحبك. هو هيحبك ازاي؟ هو حبك عن طريق النظر وخلاص عرفناها، لكن بعد كده هو بيبقى منتظر ما هو اكتر، يعني عايز يمسك ايدك، عايز يحضنك وحاجات تانية كتير. وعلى فكرة انت ممكن تفضلي 1 و2 و10 تسمعي كلام حلو عادي، اللي هو بيحبني، هو بيقولي كلام حلو وخلاص، بيقولي بحبك وانا بقوله وانا بموت فيك وخلصنا. ممكن تفضلي كده 10 سنين، لكن هل هو يقدر 10 سنين يقولك انا معجب بيكي وبس والموضوع ما يتطورش وما يبقاش فيه تجاوزات؟ مستحيل، مستحيل. نرجع بقى لمشكلتنا. هو معجب بيكي طبعا وانتي معجبة بيه جدا. لو انتي اعترفتي له بحبك 1 2 3 وبعدين هيطلب منك ان هو يقابلك، هيطلب منك يلمسك، ولو قابلتيه هيطلب ما هو اكثر لغاية ما توصل للتجاوزات. هل انتي مستعدة لحاجة زي دي؟ هل انتي من جواكي قابلة ان انتي تعملي حاجة زي دي؟ اكيد لا. انا متأكدة ان هو لا. انتي بتتكلمي في 3 سنين ويتجوزك. 3 سنين، هل هو هيستنى 3 سنين؟ يعني لو احنا قلنا ان انت هتتجوزي 20 سنة، مش عارفة ازاي بس ما علينا، هل هو هيقعد 3 سنين ما يمسكش ايدك؟ انا بقولك مستحيل. طيب ايه الحل في مشكلتك دي؟ انا شايفة ان الحل انك تمطلي. يعني انتوا قدامكم 3 سنين، فمثلا مش قبل 2 اما تعترفي بمشاعرك. لو انتي اصلا بتحبيه ومعجبه بيه جدا، ما تقولوش ابدا انك معجبه بيه قبل 2 من دلوقتي. لو انتي عندك 17 سنه دلوقتي اوعي تعملي كده، وخلي دايما في مماطله. لا انا مش جاهزه، مش عارفه، مش متاكده من مشاعري، متردده. وكمان لازم تعرفي حد من اهلك. طالما انتي بتتكلمي في جواز فلازم والدتك على الاقل تكون عارفه بالمعلومه دي، ولو انتي مش قريبه منها فعلى الاقل اختك الكبيره تكون عارفه انتي ناويه على ايه وايه خطتك، عشان هي تبقى زي المرشد ليكي في علاقتك العاطفية دي. وجربي 2 مش كتير صح؟ جربي. انا بقولك لو اعترفتي له بحبك دلوقتي فهي هتنتهي ان هو عايز يطلب منك حاجة مش مقبولة دينيا واخلاقيا، وانتي هتبقي بين اختيارين. يا اما هتعملي حاجة اللي هو عايزها عشان بتحبيه، وقتها انتي بتبقي بتقعي في القاع، او ان انتي هترفضي ووقتها انتي هتخسري. وبس كده. دي كانت اجابتي على سؤالك. انتي من حقك ان انتي تختاري انتي عايزه تعملي ايه. انا في 17 سنه مش عايزه اتكلم في النقط اللي هي بتاعت انتي في فتره مراهقه وانتي صغيره ومشاعرك هتتغير، بس طالما انتي رسماها قوي كده وشايفه ان انتي حياتك هتبقى بينك ونعيم، ففكري فعلا ان هو هيطلب منك تجاوزات. وقتها انتي هتقبلي بحاجه زي دي ولا لا؟ لان هو مش هيقدم كلام حلو وكلام معسول الا لو هو بياخد في المقابل طريقه لحبه.
طريقه تانية يحبك بيها، غير لما هو كمان يحس بطريقته انك بتحبيه. خلي بالك من النقطه دي واوعي تقعي في الفخ ده. اما بقى لو انت وقعتي اوريدي في الفخ او عندك مشكله زي دي، فما تتردديش انك تكتبيها لي تحت في التعليقات، وانا هحاول على قد ما اقدر ان انا اساعدك. لو المشكله خاصه ومحتاجه دعم نفسي فتقدري ان انت تكلميني على الانستجرام. وبس كده انا خلصت الفيديو ده. لو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك. لو عندك حلول للمشكله دي اكتبيها تحت في التعليقات، ولو صاحبتك عندها نفس المشكله فشاركيها الفيديو ده. وشكرا جدا على وقتك.